مرحبا بكم أصدقائي. اشتباكات بالأسلحة الثقيلة ومحاصرة مقر جهاز دعم الاستقرار بليبيا. ماذا يجري في طرابلس، يعني العاصمة الليبية؟ اشتباكات بين الميليشيات المسلحة مساء الاثنين، وذلك في أعقاب الإعلان عن مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار عبد الغني الككلي المعروف بغنيوة، والذي يقود هذا الجهاز الذي يتبع حكومة عبد الحميد الدبابية. وقتل الككلي داخل مقر اللواء 444 التابع لمنطقة طرابلس العسكرية وسط غموض حول ظروف مقتله، وما إذا كان قد تم استدراجه إلى هناك أم حضر لقاء رسميا. وتشهد العاصمة طرابلس تطورات ميدانية متسارعة وسط تحشيدات وانتشار مكثف في ظل ترقب لمواقف باقي التشكيلات العسكرية عقب مقتل الككلي. أتمنى الخير وسنوافيكم بالأخبار أولا بأول.